السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار موقعنا مرحبا بكم معنا في حلقاتنا المصورة. مراد قرطومي من جديد سيتطرق لموضوع مهم جدا جدا جدا. سي مراد مرحبا بك معنا اليوم. بارك تفضل الله اخويا فيك مراد، الأخ عادل. تفضل مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقيقة الأخ عادل وإخواني الأعزاء بارطاجي هذا الشيء باش الناس هكاك. الله يجازيكم بخير. سامحونا، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. إلى ما سامحونا، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم إخواني الأعزاء. كنعتذر على التأخير، قلت لكم اللايف مع 8 والله ثم والله ثم والله وتعرفوا واش عندي، ولكن ما بغيتش نقولها من الصباح وانا كنجري باستثناء صلاة الجمعة اللي صليت. كنجمع في وثائق وفي حجاج مهم الى اخره. يعني بكل صراحة بلا ما نذكر التفاصيل كنعتذر على التأخير. يلا وصلت عند الأخ عادل، كنعتذر لكم على عدم التأخير. كما وعدنا في العنوان، اولا بغيت نتكلم على رمز من رموز الفساد اللي هو محمد ساجد، اللي قريت ثاني اليوم في بعض المواقع. لا داعي باش نذكر هاد المواقع ندير لهم الاشهار. محمد ساجد اللي كما قريت في المواقع بانه رئيس الحكومة عبد الله بن كيران. انا ما كندافع على بن كيران ولا غير بن كيران، ولكن كل واحد كنعطيو حقه. رفض باش ساجد والحزب ساجد يشارك في الحكومة. وهنا انا بكل صراحة لو قدر الله ساجد وجدار شاركوا في الحكومة كانت غتكون عندي كلمة اخرى، وما كنتش ما نقولش لكم اشنو كنت باغي ندير، لان اكثر ناس عندي ملفات الفساد ديالهم هو محمد ساجد ومحمد جدار ومن معه. محمد ساجد متورط في ملفات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، واليوم كيقول المغاربة إلا ما شاركتش في الحكومة غتكون كارثة للوطن. لا، هو باغي يتخبى باش ما يتحاسبش، باش ما يتحاكمش. ساجد متورط في قضية ليديك، متورط في قضية ترامواي، في قضية المشاريع اللي كاينه في الدار البيضاء دابا. الملف الاول اللي قلنا في 540 مليار وصلت 680 مليار ديال الترامواي. المشاريع اللي كاينه دابا 940 مليار اللي المجلس الساجد صادق عليها. ودائما غنبقى في سوق الجمله للخضر والفواكه بالدار البيضاء. ساجد دار عدد ديال الصفقات في سوق الجمله اللي هي صفقه الاغراس وصفقه النظافه وصفقه الاعلاميات. كان كيخصص ميزانيه ديال الاعلاميات وكدوز 3 شهور ولا 4 شهور كتحرق، كيقول لك حقا تحرقات. وهذا الشيء رجعت فيه الشرطه العلميه فاش تحرقات الاعلاميات سوق الجمله. ولكن مع الاسف، مع احترامي الاجهزه الامنيه النازيه، الجهه ديال الامن اللي حقات في هذا الشيء طمسات الملف، مما جعل السيد الوكيل العام باش يحجز الوكيل العام السابق أستاذ البلغيتي اللي هو تقاعد، عطى امر بحجز العقل المدبر اللي هو واحد السيدي ديال الاعلاميات. شوفوا هاد الناس كيفاش كانت كتكون العمليه. كانت الى عقلوا الناس ديال الدار البيضاء سوق الجمله للخضر والفواكه، كان الشاحنات كيتسدوا الشوارع ديال الدار البيضاء من طريق مديونه اللي هو سميتو حاليا شارع محمد السادس حتى اللوطوروت اللي قرب الحوزيه سيدي عثمان. كانت الشوارع كتسد. علاش كتسد؟ كتعرقل السيركيلاسيون. ولكن هنا متورطين عده جهات كانوا كيحرقوا في العقل المدبر ديال الاعلاميات باش يمسحوا الاثار ديال الجريمه اللي هو الملف ديال 500 مليار اللي الملف سميتو جمال غنان ومن معه. يلا حكم فيه القضاء بمليار فقط
وعلاش قلت بان بعض القضاة راهم متورطين في هذا الملف وسميتهم، وراه الفيديو اللي كنا درنا في ساحة ماريشال اللي ذكرت القضاة المتورطين في هذا الملف. سجيد متورط في عدد القضايا كثيرة وكبيرة. سجيد كان بكل صراحة اللي هاد سجيد وبغيت نربط هذا الملف بالعامل ديال برشيد. قلت لك دعيني، العامل اللي كذبت عليك سير دعيني، انت كنعرفك انا لا نعرفك انت. واش بالله عليكم اخواني الاعزاء والمتتبعين والمغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض، مواطن ولد الشعب كيتهم العامل برشيد، راه في الدستور 2011 كاينه قرينه البراءه. سير دعيني يا العامل، علاش ما دعيتينيش؟ بغيت نربط هذه القضيه سجيد بالعامل، لان هذا العامل صبح خايف ولانه متورط. اللي كنتي انت عامل نزيه كون وقفتي القيد وكون ما تواطاش مع الحواس. غنبقى في الملف سجيد، عاد غنرجع للملف الحواس. سجيد قدم بيا شكايه معايا الاخ عادل، خصك تتبعني انت الاول، عادي تتبعوني نتبعكم. سير تسمحوا لنا على التعليقات وخليوا الاخ عادل يركز معايا، الله يجزيكم بخير. تفضل. وكنعتذر مره اخرى على التاخير. سجيد والوالي حلال كانوا قدموا بيا شكايه. هذا والي ممثل الملك اللي هو والي ديال اكبر مدينه حلب، محمد سجيد. قدموا بيا شكايه ما قدموش القضاء. صيفطوا رئيس المنطقه الامن نجيب القراني اللي هو دابا عامل الدياجي ديال الدار البيضاء كامله، رئيس الشؤون العامه ديال الدار البيضاء كلها. عيطوا لي لابي جي ديال سيدي عثمان ديك الساعه قبل ما يكون التقسيم ديال العمالات وديال الامن. دوا معايا ضابط، السلام عليكم. عليكم السلام، السي قرطومي. قلت ليه هو هذا؟ قال لي الله يخليك غتجي عندنا. قلت له مرحبا دابا. قال لي واحد الشكايه دار بك السيد الوالي والسيد العمده. اش كيقولوا في الشكايه؟ والله الا غريب هادشي، وحق الله الا غريب. شوفوا هاد رموز الفساد ملي كيتصدى عليهم الخناق بحال العامل دابا راه دايخ ديال برشيد، راه ما عارف ما يدير، ولا دايخ ولا هاكي مواطن ولد الشعب بالادله. العامل دايخ. الشكايه فيها مراد القرطومي كيدير لنا الاجعاز، كيعرقل العمل الصالح العام وكذا مزيان. خرجت قلت له داك الضابط ملي قريت الشكايه قلت له غتعطيني 10 دقائق. عيطت لواحد 12 جريده مشكورين داروا الوالي وسجيد يتهم القرطومي. مزيان. ديت معايا ملف، قلت لهم الشكايه متى جات نهار 27/4/2009. انا امتى وضعت شكايه للوالي؟ الوالي تعين نهار 1/2/2009، وضعت له شكايه 2/2/2009. بكره تعييني. سجيد ملي نجح في 2003 في الولايه الاولى كان دار فايت خلى الشكايات عند بعض الناس، ولكن جابوا رموز الفساد الكبرى، جابوا للدار البيضاء باش ينهبوا هاد العاصمه الاقتصاديه وباش يخدم واحد الجهه في فرنسا، ماما فرنسا، باش جابوا لي ديك الترام، المهم باش يخدم ماما فرنسا. ساجد كيقول لهم انا خدام مع فرنسا وخدام، يعني هذا تناقض. غنبقاو في الملف ديال ساجد. هاد المشكل ديال الدعوه اللي داروا بيا، جبت شكايه بانه الوالي درت له شكايه 2/2/2009 ودرت له شكايات 1 2. ساجد قلت لهم اول شكايه درت له في 2003 فاش ديك الساعه قبل ما يكون العمده كان اول عمده غيكون كانت قبل المجموعه الحضريه، دابا الجماعه الحضريه العمده، يعني رئيس مجلس الجماعي للدار البيضاء. درت له شكايات فعلا، درت واحد العدد ديال الشكايات وضعتهم ليه، وكذلك مره في برنامج في احد الاذاعات من الراديو. ساجد اش كيقول لهم انا كنواعد ساكنه الدار البيضاء والبيضاويين، كنواعد الراي العام، وكنواعد السي قرطومي بانني غندير لجنه وبانني غنبحث وبانني حتى شي حاجه ما دارها.
درت له عدد ديال الشكايات. ملي عطيت هذوك الشكايات لهذوك المحققين داروا شي تليفون ولا يقول لي نوض سير فحال. قلت لهم لا باغي نوقع على محضر. قال لي لا خويا راه قالوا لينا هذيك الشكايات تسحب. يعني هنا الضحك على المواطنين والضحك على الناس اللي كيبلغوا الفساد. وهذه المساله بغيت نقولها للعامل برشيد ومن معه، راك انت متواطئ مع الحواس ومع القيد شملال ومن معه. سجيد استمع ليا. قضيه التحقيق نور الدين من 9 صباحا الى 7:30 مساء بتاريخ الا ما خانتنيش الذاكره 26/11/2010 قبل عيد الاضحى ب3 ايام. تخيلوا قضيه التحقيق كيستمع المواطن من 9:30 الصباح حتى ل 7:30 العشيه الا فتره الغداء. انا اللي فهمت الملف والتسجيل راه اقولها مره اخرى واقولها. الخلاف ديالي مع محمد طارق السباعي ديال حمايه المال العام هي هذه المساله. تسجيل عند الاستاذ السباعي قلت له ارى لي التسجيل. قال لي في مهنه المحامي نخلص 5 المليون. واعطيني التسجيل سيدي انا اللي سجلت ماشي انت. السباعي ما بغاش يعطيني التسجيل. ما دار بيني وبين قاضي التحقيق في الجلسه يوم كامل مسجلو محمد طارق السباعي. اشنو في التسجيل؟ نور الدين قاضي التحقيق اللي حالوا عليه الملف ديال محمد ياسين الدودي رئيس جامعه قيصر. علاش قلت لا كانت شي تلاعبات ما غنحملش المسؤوليه للوكيل العام. الوكيل العام دار خدمته. غنحمل المسؤوليه لقاضي التحقيق نور الدين داحين اللي تلاعب في ملف سوق الجمله هو جمال سرحان. ولا وقع لا قدر الله كان شي تلاعب في الملف ديال رئيس جامعه قيصر محمد ياسين الدودي اللي احتجوا عليه الناس اليوم في جامعه قيصر، احتجوا عليه بكثافه. نحمل المسؤوليه لقاضي التحقيق نور الدين داحين. اش قال لي نور الدين داحين ملي استمع لي؟ اقسم برب العزه هو، حاشاكم اخواني الاعزاء، حاشا الحضور الكريم اللي معنا، حاشاكم. قال لي لما اعتقل السجيد وجدار ونور الدين برقاع وناصر عبد العزيز وواحد المجموعه ديال البرلمانيين في الدار البيضاء، قال لي حاشاكم جيت لهذا الوجه وتلخم عليا. انا ما تلخمتش عليه. دازت مده السيد ما بغاش يترك الملف. مشيت احتجيت على داحين في المكتب ديالو. ديك الساعه قبل ما يتزاد ولدي عمران، الزوجه ديالي حامله والبنيات اليوم مع الزوجه الاولى فاطمه الزهراء المكفوفه وبوتينه. عارف راسي غنمشي لعكاشه. مشيت ديتهم الجديده ولعبتهم السبت والحد. والزوجه قلت لها انت حامله سمحي لي راني غنمشي لعكاشه. قالت لي اش كتقول اش ندير؟ قلت لها انا عارف راسي غندخل لعكاشه لان هاد الناس غيدخلوني ودخلوني شحال من مره قبل. نحكي لكم على هذه القصه اخواني الاعزاء. فعلا مشيت عند قاضي التحقيق نور الدين داحين. مشيت مدوش مدي الصاك ديالي هاز لافته هاز رايه المغرب زيدت تصويرت الملك. قلت له يا داحين يا جبان والمواطن ما يتهان، هذا عيب هذا عار يا قاضي سلطات الهاتف. وداحين سير في حالك، الغرفه الثالثه ماشي ديالك وابني مسكين هو ديالك. وبديت عليه. هو كان قال لي تلخم عليا، انا ما تلخمتش عليه. اش دار؟ طلب المتابعه ديالي. تخيلوا من الصباح 9:30 ما قدرش يتخذ القرار. كان هذيك الساعه وزير العدل الناصري. هذاك وزير العدل الناصري ما غنقولش الله يرحمه ما غندعيش عليه، نخليه منه الله. قضيتي تجبدت هذاك النهار في مجلس المستشارين. احد النواب من مجلس المستشارين بلا ما نبدا ندير الدعايه لانها ما بعثها شي حزب قال لهم عيب وعار تخليوا الفساد وتخليوا المصائب وتعتقلوا مواطن كيطرح سؤال على وزير العدل. ما جاوبش هذاك الناصري، تهرب من السؤال. احتجيت عليه. علاش؟ لانه تلاعب في الملف. اخواني الاعزاء احتجيت على داحين اليوم، دازت يومين وشد الملف حيدو من عنده وحالو للجلسه. يعني علاش تحتجيت عليك وملي حال الملف حالو فيه غير 60 صفحه. ما تابعش ولو برلماني، ما تابعش ولو مستشار. اش تابع 11 شخص. تابع 11 شخص. بالعكس قاضي التحقيق نور الدين داحين عطى الحمايه لساجد ودخلوا طرف حق ساجد. شوفوا دعاني هو الوالي جا في الاخر جاب مذكره انا باغي ندخل طرف
الفلوس اللي تسرقات في سوق الجمله ياك دعيتي القرطومي كنتي ما تقول والو باش تعرفوا التناقض ديال هاد الناس. راه علاش كنقول لكم هناك مفسدين وهناك نزهاء، وتحيه النزهاء. شوفوا هاد القضيه التحقيق كيفاش تلعب في الملف. علاش انا كنقول لهم هاد القضاة خصهم يتوقفوا ما يبقاوش قضاة تحقيق. وفعلا قضيه التحقيق في الاخر اش دار وكذب. انا ما جبتش الوكيل العام الاستاذ البلغيتي، حيت الاستاذ البلغيتي خدم في ملفات صراحه. صيفط معايا الفرقه الوطنيه، سوق الجمله فاش اعتقلوا تكوين عصابه اجراميه، عاوتاني عدد شد وقال لهم راه عايرني انا والوكيل العام وكذب. انا ما عايرش الوكيل العام، كنت كنحتارمه لانه كان كيعطي تعليمات الاستاذ البلغيتي السابق. وفعلا طلب المتابعه ديالي، اعتقلوني مع 5:30 ديال العشيه. جات لابي جي ديال عين السبع، ولا بي جي دافعت على قضيه التحقيق وبغات تورطني. قالوا لي انت كتمول 20 فيفري، انت كتمول المناضلين، اودي الله يهديكم، انت كتبني الخيام وكتقول الناس. المهم بغاو يديروا لي ملف قدك، جابوا لي ملف ديال واحد سميتو فريد حسن الادريسي صاحب مقهى رياض السوق اللي كانت مرحاض للنساء، جاب لي 14 شاهد، حقا بغا تقتلني. عمروا عليا الملفات، تابعوني تقريبا شي 25 فصل. والحمد لله دوزت 71 يوم في السجن وخرجت، وجائزة ترونسبارونسي مشكورة مباشرة، عطاوني جائزة من بعد الاعتقال. من بعد الاعتقال، وزادني هذا الشيء قوة من بعد الله. اعتقلوك باش يسكتوك؟ اعتقلوني باش يسكتوني، وانا ما عمرني سكتني الموت. هذاك كان هو الاعتقال الاول؟ لا من بعدو دازت اعتقالات، ما خلاو ما داروا ليا. دائما كانوا كيديروا. علاش؟ اخوان اللي كيقولوا لي هضر على هذا الاخ تعتقل ولا على هذا، دابا جابت المناسبه وغنجبدو. راه خير الناس اللي هو رسول الله في الدين الاسلامي ادى الضريبه، تضرب وتجرح. وانا ماشي غنجي لكم ركن مفتي، ولكن حتى جا عنده ملك قال له واش شكون هادو اللي ضربوك؟ تصنتنا لي انا وياك في الجمعه هذه حداك. اهل الطائف ضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهبط عنده ملاك وقال ليه اش ندير ليهم، واش نطبق عليهم على الجبلين؟ قال لي لا. قال له لا، لعل احدهم يقول اشهد ان لا اله الا الله. يعني الرسول ادى الضريبه. لا بد من المواطن المغربي ادي الضريبه على فتح الفاسد. هذا هو النضال. ما يمكنش تناضل في دارك وتنعس وغتجي ويقولوا لك راك مناضل. لا، تقدر تموت. وراه ماتوا جوج الاخوان في هذا الملف اللي فيه انا. حسن الهادي مات في ظروف غامضه، مات في هذا الملف، شاهد لي في الملف. ومات واحد الاخ سميتو عبد المجيد بوسكيف، حتى هو ماتوا جوج. الاول داروا ليه وفاه مع خليلته، كذوب خطيبته، داروه مات بالغاز. والثاني قالوا ضربوا الطونسيون القلب. والوكيل العام السابق الاستاذ البلغيتي امر النائب ديالو عبد الرزاق الصندالي، قال له غدير بحث. قال له نعم سيدي باش ماتوا. قال لي شوف يموتوا باش ماتوا، غتعطيني بحث ما قبل وما بعد. لحد الان مازال ما توصلناش بشي تقرير على هاد الناس اللي ماتوا. انا كنقول دائما ما عرفتش، انا ما غنسكتش، لان النضال يقدر يديك للسجن، يقدر يديك للموت، يقدر يديك. النضال ضروري ما تأدي الضريبه. ادوها اجدادنا قبل، وادوها عدد الناس، وادوها كيأديوها المواطنين. ضروري من التأدية. النضال كيأدي، ضروري ما تأدي عليه الضريبه. غنرجعوا للموضوع. سجيد اليوم كيطالب باش يتشكل في الحكومه. انا راه ما عندي موقف من الاحزاب، وراه كتعرفوا الموقف ديالي من الاحزاب وما مع حتى شي حزب. ولكن كل سجيد بغى يتخبى، لان لو كنا كنحتارموا القانون، لو كانت هاد الدوله تحترم القانون 100%، اول واحد يكون في السجن سجيد وجدار اللي مهربين الاموال، الاراضي، الفلوس في فرنسا، البورتمات في فرنسا، في البورتمات في تركيا، مهربين اموال الشعب. وناصر عبد العزيز، بالله عليكم تخيلوا معايا اخواني الاعزاء، ناصر عبد العزيز رئيس مقاطعه الحي المحمدي، تا هو في الحزب ديال ساجد، جا لسوق الجمله ووقع. باش نوضح للناس مزيان، ساجد كان هو العمده. المرافق ديال سوق الجمله، سوق السمك، سوق اللحوم، كانت تفويض عند برقاع.
واش التفويض عند واحد وكيجيو الاخرين يوقعوا؟ علاش؟ اللي سلم 80 مليون ولا 100 مليون كيجيب الطابع ديال رئيس مقاطعه وكيعطيه متجر محل في سوق الجمله تحول مقهى. ممنوع. مراحيض، تخيلوا كاتمر حد وحده ديال النساء في سوق الجمله حولها سجيد لواحد معاهم في الحزب وحصلوا على فلوس. سجيد في الدخل ديال الحساب الاداري ديال 2010 وفي 2011 كيقول لنا 0 درهم اللي كاينه في الدخل. يعني مصائب كثيره وكبيره. سجيد مرونه بالادله. اكبر شخص عندي عليه من بعد الحواس، عندي عليه ادله قاطعه، هو سجيد. سجيد من رموز الفساد الكبرى. هو محمد جودار اللي قلنا كيبريباريو في وزير الشبيبه والرياضه اللي هو رئيس البنيه التحتيه، عاطينو يسرق. سرق في سوق الجمله، سرق في سوق السمك، سرق في سوق اللحوم. سوق الجمله كامل داروا صفقات، حيط بناو داروا لي 500 مليون. راه صورناه الاخ عادل، صورناه. حيط مبني عندو حيط من هنا ومسقف بالزنق، ومن هنا داروا لي 500 مليون. الناس ديال الحزب سجيد، الناس ديال الحزب سجيد رونوها في الدار البيضاء، رونوها في الدار البيضاء. سرقوا اموال، سرقوا ملايير. اليوم بغاو يتخباو كيقولوا المغاربه الا ما شاركناش في الحكومه غتكون كارثه للوطن. لا حول ولا قوه الله على الكاذبين. ماشي من عادتي نقول هذا الكلام. هادو رموز الفساد الكبرى بغاو يتخباو. كنطالبوا من الجهات المسؤوله. اش من حزب دابا جودار؟ حزب ما انا ما باغيش لا ماشي جودار، ماشي جودار، ساجد ساجد. ساجد راه امين عام حزب. امين عام حزب. لا مشى باش يتخبى، ما بغيتش نسمي حتى الحزب، انا ما نديرش صافي اشهار. يلا صافي. ساجد، جودار، ناصر قاعدوا لي متهمين في سوق الجمله اللي عطيت اللائحه ديالها من قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق نور الداحين قسم برب العزه قال لي السي مراد القرطومي هانت هذا هو المكتب، جبد برا دير هكا باش يشوفوا الاخوان الاعزاء، جبد برا. قال لي تقرير ديال مراقبه التراب الوطني ديستي في صفك. قال لي شكايات مجهوله المواطنين في صفك. قال لي اقسم برب الكعبه نعتقل ساجد وجودار وفلان وفلان، في الاخر اعتقلني انا. هي فاش ديت شائزه ترانسبارونس. يعني مصيبه وكارثه. وبهذا الموضوع قبل ما نكمل تتمه ساجد، اليوم اتصلت ب المسمى جعفر. جعفر غتسمحوا لي الله يجازيكم بخير، قل من دقيقه باش نعطيكم الاسم ديالو كامل. جعفر اللي مدير ديال سوق الجمله، جعفر صابون، ربما كنيتو صابون. هذا اللي كان نائب ديال مدير سوق الجمله اللي تم الاعفاء ديالو حوالي 20 يوم او شهر، محمد معروفي. هذا تكلمت اتصلت به مرارا وتكرارا وما جاوبش، ولكن كنوعدكم في هاد اليومين ولا في هاد 3 ايام غنلوح التسجيلات اللي صيفط لي عبر الواتساب، غتشوفوا اشنو قلت لي. نرجعوا للموضوع الساجد. هاد الساجد نهب اموال كثيره بالملاير، ملاير اللي تقدر دير لنا لوطوروط في البحر، ملاير اللي تقدر ما تخلي لنا حتى شي عاطل في المغرب. انا اقول كلمتي وعارف، لان ساجد مئات الملاير اللي نهب من الدار البيضاء في طيله ولايتين اكثر من 10 سنوات. ساجد يقول لهم بأن كيخدم لوبي الفساد، وبأنه غير دي ماما فرنسا. ساجد سرق. لا جيت خاص الخبره الدوله والقضاء اللي يدير خبره. الا جيت نحدد لكم شحال غتقولوا لي بالغت. الا جيت قلت لكم شحال من 1000 ديال الملايير، مئات يعني آلاف، 1000 مليار والفوق اكثر، غتقولوا لي القرطومي بالغت. شي عندي ساجد بصفتي فاضح الفساد ديال سوق الجمله للخضر والفواكه بالدار البيضاء، اللي هو اكبر سوق في الدول الافريقيه
اللي تسرقات منه 1600 مليار. كنعتذر لكم، بسم الله. 1600 مليار اللي تسرقات بمباركة ساجد. ساجد حول الدار البيضاء. بواحد النكتة، ساجد كيفاش عطى جائزة لجودار وقال أحسن مقاطعة في المغرب أو في بنمسيك أو في الدار البيضاء، لأن النائب ديالو في الثاني في الحزب ومعاه وجودار هو اللي كان السارود ديال كيوري الصفقات، هو اللي كيعطي الفتاوى. بحال شكل حسين أزليم الكاتب العام ديال حواس دخل بشهاده مزوره للتوظيف، هو المفتي ديال حواس. كذلك جودار هو المفتي الساجد. ساجد نهب الملايير كثيره وكبيره. شنو نقول لكم لحدي درجه اخوان المتتبعين كتشوفوا الدار البيضاء كيدير. الدار البيضاء دوز من شي شارع كلها تخنقات، كلها تخنقات. الدار البيضاء تخنقات. شكون السبب؟ هو ساجد. واش تجربه الترامواي يقولوا لي الناس مزيان؟ دازت صفقه وصلت 680 مليار. لو كنا هذيك 680 مليار نوسعوا بها الطرقان، نحيدوا بها الممرات، الناس اللي مستوحدين على ملك العام نحيدوهم، نديروا شي حاجه اللي يمشي فيها الانسان في الهواء. ولكن الشطر الثاني 940 مليار. الدار البيضاء كتشوفوها دابا كلها حفاريه تحتنا. هادشي علاش؟ حكا غنديروا الطريق. ساجد راه مدير له الطريق حتى الفيلا ديالو، كيدوز ما كيدوز كاع في الزعام، صايب الطريقه لراسو. ساجد من رموز الفساد الكبرى ديال هاد البلاد، هو وجدار ومن معه. يعني الملف ديالو عند القضاء، ولكن علاش كنت نتهم الدوله او نتهم القضاء او نتهم جهات مع تعير؟ لان الملف ديال ساجد ومن معه ما داروا فيه والو، ما زال كيروج عند القضاء. ساجد متورط في عدد من القضايا. ساجد متورط في عدد من القضايا. متورط في عدد من القضايا. ساجد هو اللي باع البيضاويين والمحمديه والنواحي ووقع علينا على شركه ليديك. ليديك جروا عليها في تونس، جروا عليها في الارجنتين، دارت فايت، جابوها البيضاويين والنواحي تمص في الدم، كتمص الدم ديال الانسان ليديك. انا كنت قبل ما تدخل ليديك انا والعائله ديالي الصغيره كانت كتجيني 120 درهم. يعني انا دابا وصلت كتجي حتى 500 درهم 600 درهم. انا غير مواطن بسيط، عندي ثلاجه وتلفازه وبولاط ثلاثه، ما عندي حتى شي حاجه اخرى. ما بال الناس اللي الفوق اللي ديك كتمص المواطن. وراه واحد النائب من نواب ساجد ملي جا احد التلفازات بلا ما ندير اشاره التلفازه قال لهم حنا بغينا نرضيو فرنسا اللي ديك عرفناها غير قانونيه وعرفناها كتشفر، ولكن راه القضيه تدخل فيها السفير فرنسا ودخلت فيها فرنسا. يعني واش حنا كتحكمنا الدوله المغربيه وحكمنا الملك محمد السادس ولا كتحكمنا فرنسا؟ ساجد متورط. دائما انا كنتكلم على سوق الجمله. سوق الجمله اللي فيه 33 هكتار ساجد ردوا بؤرة الفساد. علاش؟ انت ملي انت عمده عندك مرافق، الدار البيضاء ما كتدخلش 345 مليار. ساجد هو اللي جاب شركه التنميه المحليه للخدمات. وراه قلت لكم شركه التنميه المحليه للخدمات راه كانوا باغي يعموها في المغرب كامله. يعني ما كفاتهمش الشفره ديال الفلوس ديال المؤسسات الكبيره. اش بغاو يجيو؟ بغاو تيجيو حتى الجامعات يسرقوا الفلوس. هادشي اللي واقع في الدار البيضاء دابا. شركه التنميه المحليه للخدمات جابوها باش تنمي المداخل، ولكن هي سيره تسرق. كتشوفوا الصحافه ساكته ضاربه الطم، لانه مع تحيه النزهاء الصحافه اليوميه والاذاعات، لان كتشوفوا الصحافه في عدد الملفات ساكته. ساجد عرفتوا اش كان كيدير؟ مع احترامي للصحافه النزيهه، كان كيعرض على رؤساء التحرير وعلى بعض الصحافه اكثر من 60 واحد في اوتيل 5 ايطوال اللي ديك اللي كتخلص. باقا لدابا هاد العمليه اللي ديك كتخلص، اللي ديك اللي دوا في الجرائد ولا في الراديوات مع احترامي النزهاء. واحد النهار مشيت لبرنامج في راديو من الراديوات، المهم جابوا اعضاء مجلس المدينه
شويه هو يقول لك فاصل اشهاري ليديك. انسحبت، قلت لي اسمح لي، نتوما كتاخذوا الفلوس من عند ليديك وما غتقولش هي جبت ليديك. خرجت انسحبت. ليديك باقا كتمول دابا، كيتجمعوا فوطي 5 ايطوال، المبيت على حساب ليديك، كلشي على حساب ليديك اللي بغاو، والجوايات في الاخر. وكاينين اعضاء من اعضاء مجلس المدينه شرات لهم ليديك فيلات. الجوايات ما كاينه 20 مليون للفوق، وليديك كتمص الدم ديال المواطن. ساجد خربها، ساجد خربها. 30 ساعه 30 دقيقه دابا مع 30 دقيقه غادي غنرجع ندوزو. الملف، غنرجع الملف. بركه ساجد مازال نزيدو ان شاء الله. غنخصوا ليه الملف- حلقات. الملف ديال الحواس، واحد النائب ديالو اللي سميتو حكيم عفوت كيوقع البيرمي ضابطي في المخبزه ديال عمو الى هذه اللحظه. بقاوش كيوقعوا في الجامع. بلدية السوالم. نعم. وراك الاخوان، راك درتي الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام فرع جهه الدار البيضاء، بلغات الباشا اليوم. ما بغوش يشدوا الاخ عادل المشكور، ما بغوش يشدوا داك اش كيتسمى اخبار، ولكن الاخ عادل كان ذكي، بلغوا لهم عبر الفاكس. ونهار الاثنين اما غنبلغوا لهم عبر مفوض قضائي اما عبر الامانه، باش ما يقولش لك الوقفه اللي دعات لها الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام جهه الدار البيضاء غتكون امام بلديه السوالم مع ال11 لفضح الفساد ورموز الفساد الحواس ومن معه. وغنخلي الجمعيه هي اللي من حقها تهضر في هذا الملف. انا غير ذكرت، والاخوان في الجمعيه المغربيه فرع جهه الدار البيضاء مشكورين كذلك. المساله اللي قلتها البارح، وغتسمح لي السي عادل باش نذكر المكتب كما هو ديال حقوق الانسان، لانني بعض المرات كان نغلط فيه. الله يجازيكم بخير. ها هو المكتب ديال المركز المغربي لحقوق الانسان اللي غيدير زياره، اللي عاودت قلتها اضطريت نقولوا المركز المغربي لحقوق الانسان. البارح غلطت في الاسم. غيدير زياره وفد الى الرئيس محكمه النقد باش يطبق هذاك الملف. علاش هذا الملف ديال الحواس ديال العزل ناعس في محكمه النقد؟ ناعس، جاو من ملفات من بعد هو ناعس، لان كيقول لهم هو كنعرف قودات. هادشي راه هضرنا فيه، وغتسمحوا لي ما غنطولش بزاف. لا خذ راحتك. باقي نعم. قلنا لهم ساجد نعم. وجودار نعم. وحواس. نعم. ياك دابا حنا يلاه سالينا مع ساجد والناس راه يلاه بدات كتدخل. وسمحوا لي الا ما جاوبتش على شي سؤال، والله يجازيكم بخير. يعني حاولوا ما امكن انكم تقدروني الى ما درت شي سؤال على مراد وقال لكم راه ما بغاش يدير الاشاره لشي حزب معين. دابا خويا مراد ساجد راه كلشي كيعرف واش من حزب. صافي. دابا خويا مراد تكلم ليهم على جودار. هاد جودار تا هو نعرفوا واش داير. جودار كان كيقري في المدرسه، قريت فيها انا الاعدادي اللي قدام سوق الجمله. كاينه علا بن عبد الله وكاينه بالقرشي. علا بن عبد الله كان كيلبس صنداله الميكا، كيجي قارئ صنداله الميكا ماشي عيب، والفقر ماشي عيب. انا ولد فقير، حنا كاع فقراء، عدد ديال المغاربه ماشي انا فقير، والفقر ماشي عيب، الفقر خلق الله عز وجل. ولكن حنا كنقولوا على الفساد. كان كيلبس صنداله الميكا وكان كيكمي ماركيز. جودار اصبح اليوم من الامبراطور ديال حتى لقبوه واحد السنوات، لقبوه امير لاكورنيش. استسمع على هذا اللفظ، لان كيخلي 20 يوم 20 مليون في النهار. واحد الجريده، واش نقول تسمي الجريده؟ سمي. مع احترامي لهاد الجريده وعزيزه عليا، المساء مشكورين. تعقلوا على المقال اللي صوروا جودار في الصفحه الاولى خارج مع دريات من كباري مع 5 الصباح. باقي عندي المقال، نوريوه ليهم باقي دابا نوريو. يعني المساء مشكوره هذه الصحافه بحال هكا، بقاو حتى 5 الصباح سهرانين على هاد خارج من كباري مع 5 الصباح. جودار قال لهم لا حققت معروض، خارج مع 5 الصباح والزياده من كباري وكتقول معروض. بالضبط في اوسكار. جودار كان كيلبس صنداله الميكا
مع احترامي لرجال التعليم، شحال غيشد الاستاذ في الاعداديه؟ ما يوصلش 10000 درهم، ما يوصلش 10000 درهم. كيفاش اليوم كيلعب في الملايا؟ حنا دابا حنا الصغير والشيب كيصبغ الراس بالملايين، غير الراس هذيك حياته، ولكن انا كنهضر على الفلوس. راسو كيصبغو دابا بالملايين، حياته هذيك. ولكن جودار عنده شقق في باريس، شقق في تركيا، هرب الفلوس في تركيا، هربها لبرا. الممتلكات اللي عنده من رمز من رموز الفساد. جودار الفساد اللي عنده كثير وكبير، للدرجه اللي كانوا كيخدم البنيه. راه شو العصا البنيه اللي كيتضارب مع الاعضاء، شحال ديال المره كتبت عليه الجرائد كيتضارب بهاك. ولكن علاش النيابه العامه فتحتش التحقيق؟ علاش؟ عدد ديال الفيديوهات كيتضارب في مجلس المدينه كيضرب. علاش؟ ملي كتشوفوا يعني علاش النيابه العامه في السنوات السابقه ما كانش كتفتح تحقيق؟ علاش؟ جودار كيقول لهم موقع السوق الجمله، كان واعد اخوان الاعزاء غنوريكم التوقيع ديالو في سوق الجمله. محمد جودار كيقول لهم ما عمرني موقع، هذه امانه في رقبتي وكنوعدكم امام الله شهدوا الاخوان الاعزاء، ذكرني الاخ عادل شاهدين. هو موقع في سوق الجمله. جودار اش كيدير؟ كيوجدوا الصفقات، كانوا كيديروا صفقات. حتى العمليه ديال التصويت ديال على ساجد في الولايات الثانيه تمت بالتزوير بحال شكل حواس اللي زوروا له الانتخابات. كاينين الاعضاء مجلس المدينه اللي صوتوا 10 المرات على ساجد باش يدوز عمده. جودار بصفتو كيفاش داز نائب برلماني، كيفاش خدا رئيس المقاطعه، كيفاش النائب ديال دابا راه نائب رئيس الجهه، دابا حاليا عنده نائب برلماني، عنده جودار كيقولوا ليه ناجح، ديما راك ناجح. قالت لك واحد المره من الميريكان دقيقه انا مزوق، قالت لك راه الاحزاب كلها تما خزنت وباعت الماتش وكلهم تورقوا وكل شيء عاقبهم، يعني زعما علاش ما قلناش منين؟ فهمتك. انا ما بغيتش ندخل في الاسئله، الله يجازيك بخير الاخ عادل، الله يجازيك بخير، لان دخلنا في الاسئله خصنا 3 سوايع مع احترامي للاخت. اي حزب عند شي مواطن ولا مواطنه عنده ميل الفساد بالحجج والادله يعطينا نهضروا عليه، العيب عندنا لا تسترنا على شي واحد. واش راه حتى الله سبحانه وتعالى يقول عبد الله الرجيم هاتوا برهانكم كنتم صادق. غنجي غنقول الاخ اللي حدا عادل سارق 100 مليار بالفم، الدليل والبرهان. حنا انا ماشي كندافع على الاحزاب، عندي فساد على الحزب ديال الساجد، راه كنقولوا يمشي يدعيني، راه دعاني شحال من مره وما كاين والو، وراه قلت لكم كيفاش دعاني. ساجد متورط. غنبقاو في جودار مثلا الهونغار اللي دار في سوق الجمله اللي صورناه الاخ عادل الاسبوع اللي فات، صورناه اخي كل شيء داكشي عندي. جودار ملي كانت كيخرجوا الناس سلميه في شارع الشجار وفي النواحي، كان كيخرج لهم البلطاجيه 200 درهم الواحد كيعطي البلطاجيه. جودار باش كيقول لهم انا راه التحيه النزهاء والشرفاء، جودار كيقول لهم انا باغاني جهاد في المخزن. هذا كيبقى كلام ديالو، كيقول لهم انا راه كنخرج رموز الفساد، البلطاجيه تضرب المناضلين. فعلا ملي خرجوا مجموعه ديال الشباب، مجموعه ولاد الشعب كانوا كيخرجوا في السباته وفي شارع الشجر، جودار كان كيخرج البلطاجيه 200 درهم 300 درهم الواحد، وكيضربوا الناس بالقراعي وكيضربوا الناس بالعصي وكذا. نرجعوا للفساد ديال جودار. المستودع اللي صورناه جودار مول الفكره تبنى ب 40 مليون ولا 30 مليون، داروا له 500 مليون. جودار كيخرج الصفقه، كيقول ساجدوا اللي معاه وقعوا. كيفاش الدوله الا بغات تحاسب كل واحد عندها الاليات؟ من اين لك هذا؟ كيفاش جودار حتى 2003 ما كان عنده والو، ملي دخل مع ساجد المكتب وهنا صبحت عنده الملايير. هذا دليل قاطع على انه فاسد من رموز الفساد السياسي عادي. بحال حواس في 2000 لاخرت 2005 او 2006 السياره كانت عنده 305 او 306 واش ديالو ديال العواطف، وال190 المقرقشه. كيفاش تحول الى ملايري بحالو بحال شكل جودار؟
جودار الملف ديالو قد هاك مع ساجد قدمته للقضاء، ولكن القضاء ما دار فيه حتى شي حاجه. جودار من رمز من رموز الفساد. محمد كيقول عرفتي العام اللي فات بعدا في الولايه الاولى ديال بن كيران راه جا احتفل، قال جمع دوك الناس الضعفاء اللي ما قارينش وكذا، والناس اللي جاب لي السكر، العيالات كيزغرتوا الاعلام والحليب والتمر، قال لي راني وزير. ملي الناس قال لي راك ما نجحتيش وزير، قال لهم لا راه غير حقه، راه طلع راه واحد الاسبقيه ولا شي حد الولايه الثانيه قال لهم غنكون وزير. ولا كيقرر راسو راه ناجح، كيقرر راسو راه وزير. ساجد وجودار واللي معاهم اللي متورطين باغي يدخلوا للحكومه باش يتخباو، لا اقل ولا اكثر. ساجد وجودار خصهم يكونوا في السجن، يتحكموا بتجديد الاموال العموميه وبالغدر والارشاء والتزوير والاستعمال والى اخره. المصائب ديال هاد الناس واخا نبقاو نحكيوها شهر ونجبدوا الوثائق، راه هادشي صورنا الوثائق هذيك النهار، وثيقه اش مديرين هاد الناس. هادشي الفرقه الوطنيه شهور وهي تسام عليا، الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه القسم المالي، القسم الجريمه الماليه والاقتصاديه، قال لك غنجيبوا جودار ونجيبوا ساجد، حتى حاجه ما جابوها. علاش وليت كنقول لهم مع احتراماتي الاداره الامن الوطني والجهاز الامن، ما بقيت كنتيق. علاش قلت لهم الفرقه الوطنيه للدرك الملكي؟ لان حقه اش داروا؟ اين المآل؟ حتى القضاء حقق في الساجد وفي جودار ومن واش تحاكموا؟ بالعكس راهم دابا كيتمتعوا في الملاير، طلع عليهم دابا فين كيجلسوا. وفي نظرك غيتحاكم ساجد وجودار ومن معهم؟ في نظرك الى هاد الدوله حنا كناملوا كنقولوا ما نقطعوش الخير وكنتشائموا بالخير، ولكن الى الدوله صحت الاخطاء ديالها ومشات في الاتجاه الصحيح وبغات تحارب رموز الفساد بحال شكل الحواس وتحاكم لنا رموز الفساد، لماذا لا؟ ولكن الدوله لا بغات تبقى تسترى على رموز الفساد مثل الساجد وجودار ومن معه، نحن لكل حديث حديث السعادة. واحد الناس كيقول لك دابا هضر لينا شويه على حواس، وكيقولوا لك بان نيت حنا خدينا 42 دقيقه خصصنا الجودار وساجد الله يجعل البركه، غنرجعوا لهم في حلقات مقبله باذن الله. الاخ الكريم دابا الناس كيقولوا لك راه كيسمعوا بان حواس راه باغي يمشي للميريكان هو وعواطف ويدي مع وليداته، وقال لك راه كيسمعوا بان حواس حر الطليق، قال لك كيسمعوا بان حواس ما كاينش اللي غيقد يحاسبوا، وبغاو يعرفوا اخر مستجدات الملف ديال حواس فين وصل. ربما الاخوان الاعزاء اللي طرحوا السؤال ما متبعيناش السعاده. لا متبعيننا، ولكن درت ثلاثه ديال المباشر، درت جوج من الرباط، درت واحد من امام الفرقه الوطنيه للدرك الملكي، ودرت واحد من امام محكمه النقد، ودرت واحد حتى هو واخا كنت بعيد قربت للدار البيضاء درته مع الثمانيه، وذكرت واطمأنت وتشائمنا بالخير، وقلت راه عندي الثقه في معد الله في الاستاذ حسن مطار، وعندي الثقه في الفرقه الوطنيه للدرك الملكي، وغيتحاكم حواس ومن مع حواس. البارح كنا حنا كندوي في المباشر على حواس، يعني في الفيديو. البارح عاد بداو تحسبوا رقم واحد، البارح من واحد، والايام القليله المقبله اللي غتبين لنا بان حواس غيتحاكم ومن مع حواس. كونوا مطمئنين وتشائموا الخير بان حواس غيتحاكم حواس. مراد خويا، نعم، بغيتك تعاود لي شويه على حياتك في الحبس. خاصو حلقه خاصه. عطينا نبذه مراد. شي والله دابا شوف الناس يسحبوني، انا ماشي نجي نشعل الساعه هنا ولا نطلب. حاشا ولله، حاشا ولله، انا ما خصنيش كاع نقولها. شوف مراد، هات شوف كنقول لهم شنو هي هذه، وقلتها لك في التليفون. اش قلت لك؟ قلب ليا، لا قولها. علاش اتصلت بك اليوم؟ اتصلت بيا قلت لي قلب لي عادي على الكرا. لانه عاد انا راه ما غنستعامش وما نطلبهمش وما عمري نقول لهم عطوني وراه ما نبيعش الماتش. هذه شنو؟ قربها لهنا السي عادل. مكتب المفوض القضائي محمد سناري شارع النيل، يعني جاتك ورقه باش افراغ من اجل عاجلا من اجل خوي الكراني كاري. خصك تخوي شي واحد القضيه راه والله ما نستعام، والله ما نبوس لي الدين، والله ما نطلب شي واحد.
واخا نحط حوايجي فين ما كان اجي نحطهم هنا عندك في هذه البلاصه مرحبا بك. غير اللي من باب الضحك. مرحبا من باب بك. الضحك شوف راه والله ما نطلب شي واحد، ولهذا عشت معاناه هذه خصها حلقه خاصه. الناس اسمع الناس كي كيسمعوا المراد كيعاود لهم على رموز الفساد، كيسمعوا مراد بان تعتقلت اكثر من 40 مره، تحكمت في اكثر من 4 القضايا. كان عندي محل في سوق الجمله ديال الخضر والفواكه، انا بديت فتح الفساد من 2002. المحل تحيد ليا في الاخر 2004. لما تحيد عليا المحل حيدوا ساجد، قال لهم بحال شكل حواس دابا ما باغيش يوقع للناس المستثمرين وكيقول لهم والله واخا تمشيو عند الملك ما غتصوروا حاجه، كيبقى كلامه مردود عليه. ساجد قال لهم غنقرطومين نجوعوا غنشردوا غندخلوا الحبس، وصدق في كلامه. ملي حيدوا لي المحل بالخاوي ديالو، بالسلعه ديالو، بالكتاب ديال 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 الديون اللي كنت مكريدي الناس في المغرب، فعلا مباشره بان المحل تحيد، السلعه تحيدات، تعتقلت دفعوا لي شاك بدون رصيد، مشى شراه ساجد وعطاه لصاحبه ودفع. تحاكمت فيه، دوزت 10 شهور نافذه. الثانيه حتى هي كذلك، جا واحد السيد جزاه الله خيرا خلص عليا، جزاه الله خيرا، خرجت تحكمت فيها ب6 شهور صورتي. الثالثه داروا لي هذيك القضيه ديال كدير وقفات وكدير انت ضد الدوله، ضد حتى هي تشديت فيها، تحكموا عليا فيها بالسورس، تظاهر بدون ترخيص بحال هذا الشيء. الرابعه حتى هي داروا لي ثاني حقا كتعتصم لينا، تشديت فيها حتى هي، ضربت فيها شي 70 يوم، خرجت خديت السورسي. اعداد ديال القضايا. واحد العام بقيت نحكي للاخوان الاعزاء كل وحده مراد وسط الحبس. نعم شوف مراد الحبس عالم بوحدو. ملي كنمشي للحبس الحمد لله كندخل تم، الناس كتعطي 3 المليون 4 المليون باش تشد بلاصه، انا باذن الله كيعطوني بادج كندخل بعدا كنبدا عليهم في الحبس، هذا عايب هذا عار والمواطن في خطر ومدير اداره السجون سير في حالك والسجن ماشي ديالك. كنبدا كيوليو يقولوا لي العار الا ما غيس، ولا كيجيو عندي المدير السجن كيجي عندي يومي كيقول لي ما غيش تمشي في حالك حنا راه ما جناكش، كيقول لي حنا مزوقين لا مسكتنا. و بالتجربه ديال علاش كنقول الاخوان راه ضروري من النضال، ضريبه النضال خصك تأدي الضريبه، راه ما يمكنش تكون مناضل في الدار تنعس وتجي تقول راه مناضل، مع احترامي للمناضل ضروري ما تأدي الضريبه. غنرجعوا للسجن، مدير واحد اللي شفتو في السجن دوز شحال من مضارع سميتو السعيدي. هاد السعيدي يلاه تعين فحال اليوم، جا قال لهم هذا خبز كتعطيوه للسجناء، كل واحد كيجبدو حقه، انا راه ما كندافع على حد، ولكن اللي هو نزيه نجبدوه، انا ماشي غنتهموا الناس كلشي، واللي هو اللي فيه الشر غنقولوا مجرم كيما بغى يكون النوع ديالو. جا قال لهم هذا خبز، جا قال لهم كديروا العدس بالحجر، قال لهم الناس كتناس في الدص. عرفتي اش داروا لها الاخ عادل والاخوان الاعزاء؟ شدوه مسكين داروا ليه فو، داروا ليه اعفاء، مالو تيفضح الفساد. في الاخر ملي جيت نبحث انا اش لقيت؟ الخبز ديال واحد من رموز الفساد كيدفعوا للسجون، جيت لقيت العدس من ديال واحد من رموز الفساد كيدفعوا لاداره السجون، جيت لقيت الماء ديال واحد من رموز الفساد كيدخلوا السجون، جيت لقيت المنطات وديال واحد من رموز الفساد، يعني كيتلاعبوا الصفقات. وتحيه لهذا المدير اللي هو السعيدي، انا لا اتذكره كثيرا، ولكن كان صراحه نزيه، جا بغى يدير خدمته شدوه حيدوه ووقفوه، وصلت الفكره. وعدد ديال المدراء، وواحد القضيه في السجون كاين هناك انتهاكات خطيره، عدد ديال الناس شدوهم، البعض قتلوهم عصا كيدوروهم 80 واحد 100 واحد. ولكن علاش بعض المرات مع احترامي للشعب المغربي كنحمل المسؤوليه المواطن،
عدد ديال السجناء كانوا كيشدوهم، عرفتي لابسين البروتكان، داك البروتكان اللي ديال هنا كيضربوهم من الوجه، كيطيحوهم، كيبقوا عليهم التيوات والماء. والله الا عدد السجناء، نكمل الفكره، كانوا كياكلوا التعذيب. اش كنت كندير؟ كنقول هذاك السجين دعيهم وانا نشهد لك، ولكن الناس كتخاف ما تقدرش تدعي، واداره السجون والسجن وحلوا معايا. علاش؟ لانه عالم السجون يحيدوا جوج حوايج من السجون. السجون كامله صحاب السجون يقدروا ما غنقولش يقدروا ينتحروا جماعه، يقدروا يثوروا، يقدروا. انا راه ماشي ضد، انا راه ديما كنقول نحن حضريين والمغاربه سلميه، وحنا ناس كندعيو بالتي هي احسن. معروف اش كاين في السجون. قول يا مراد، شو سؤال جميل، اش كاين في السجون اللي عندهم 30 عام و25 عام؟ معروف مسكين باش كيدوز السجن. شكون اللي كيدخل هذاك الشيء؟ السجون عالم اخر، حتى هي فحال سوق الجمله، وفحال حتى هي ما تابعاش الدوله المغربيه، لان السجين ما عندوش كرامه. الناس كتبات في الدص، غرفه صغيره فيها 100 واحد، غرفه صغيره فيها 100 واحد. السجناء كيشوفهم الطبيب، طبيب اللي كيمشي شحال من واحد مات قدام عيني، انا مات شحال من واحد، كيقول لي موت، كيقول لي انا كنموت، كيقول لي بغيتك تموت. عدد ديال الناس ماتوا في السجون المغربيه. اشنو استفد سي مراد القرطومي من التجربه ديال السجن؟ حيث الانسان كيمر في الحياه ديالو بالعديد من التجارب، وهذيك التجارب كتكون بمثابه تغذيه للعقل. اشنو استفد سي مراد القرطومي من التجربه ديال الحبس؟ جاوبني بشويه عليك. هي التجربه ديال السجن خلاتني نكتشف واحد العالم اخر اللي ما عمرني كنت كنشوف. ما كنتش كنحلم بانني يوم من الايام غندخل السجن، ما عمرني حلمت في حياتي غندخل السجن. ولكن بعد ما خرجت لطريقه النضال عرفت راسي نموت ونمشي للسجن. في اي لحظه كنقول غيدوني للسجن دابا، ولكن ما خافش، ولكن ما عمرهم غيدوني، وكنقول في اي لحظه. ولكن لا، علاش؟ خديت تجربه كبيره. ولهذا كنقول رساله للمناضلين: ما تخافوش من السجن. السجن كتشوفوا مظلومين ما مديرين والو، محكومين بسنوات. كتشوفوا ولاد الشعب مشى لهم حقهم ومشاو للسجن. هناك ناس مديرين، هناك ناس يستحقون السجن، ولكن واحد الفئه كاين اللي مشات لي دارهم وممتلكات ديالهم مساش السجن، كاين اللي مساش شي زنجور. والله العظيم اقسم بالله الا شت، انا راه كنقول تحياتي للجهاز الامن، اقسم بالله الا شت مخافر الشرطه. شت واحد المره مشيت نديكلاري بشي ناس، شدوني في كوميساريه بيتوني يومين. في الاخر دز سعد الوكيل قال لي انت كنتي سكران وكتهرس الدجاج والحجر. هذه راه شدوها البوليس وداروها ليا في الفيش ديالي في اداره الامن الوطني، ما حشمتوش. والله الا مشيت للكوميساريه نديكلاري شدوني يومين، وبت في الكوميساريه دز سعد الوكيل قال لي تخلص كفاله. قلت له انا قاتل. قال لي انت هرستي الدجاجات. قلت له فين هما هاد الدجاجات؟ قال لي البوليس دايرها في المحضر. قلت له البوليس كذابه. نرجع مع احترامي، انا راه كيعجبني فيهم بلا ما تسميو تقولوا انا كندافع على الحموشي، ولا راه بعض المرات ملي كيشد شي وحدين يوقفهم ولا كيحاكمهم كيعجبني الحال، خصوصا دوك الكريديال الكبار. غنرجع والله العظيم الا شفت عدد هادشي راه نتسال عليه في قبري. والله العظيم الا في المخافر، بعض المخافر الشرطه، اقسم بالله لا الشباب كيدخل اما على جوان، اما عنده السبسي، اما عنده ورقه. اقسم بالله العلي العظيم الا كيجي كيبقوا عليه بالتصرفيق هنا وهنا حتى كيوقع على المحضر، في الاخر كيلقى راسو بانه كيبيع شريف قرقوبي وكيمشي للسجن. هادشي كاين، عشتو واخا تقطع لي راسي راه ما تقش، عشتو وشتو. الناس مشاو للسجن باطل، خصوصا منهم الشباب، وقلت لهم ما توقعوش كيخرجوهم. اقسم بالله العلي العظيم الا عشتو كيفرضوا عليه السبان. علاش؟ مخافر الاعتقال خصها تكون كاميرا، بلاصه المخافر ديال الاعتقال اللي عند جميع المخافر ديال الاعتقال اللي كيشدوا فيها، معروفه اخواني الاعزاء، معروفه في اي بلاصه خصها تكون كاميرا. شكون اللي يشوفها؟ تكون كاميرا مثلا
مخفر ديال الشرطه اللي كيعتقلوا فيه الناس، تكون في اداره الامن الوطني كيشوفوها، تكون عند وكيل الملك، تكون عند وكيل العام، تكون عند وزير العدل، تكون بهذه الشفافيه. ملي كيجي مواطن ما مدير والو كيخرجوه بالقوه ويوقع على محضر، اللهم انا ظنك، اللهم انا ظنك. هناك مصائب كثيره، وهناك مصائب كثيره وكبيره. حلمت واحد الحلمه نقولها ولا بلاش؟ تفضل قولها. حلمت براسي مت مقتول قتلوني، واش عمري طويل ولا غنشرح لك. والله ما كنت باغي نقولها، والله الا حلمت براسي جا واحد ونجاكم الله ونجاني. حلمت بواحد هاز بحال هكا شي سيف وجا عندي وخشى ليا هنايا وهرب. ممكن نشرح لك الحلمه ديالك؟ والله اعلم وعز وحكم. ممكن. هو الحلم راه الله اعلم، الله اللي كيعلم به والله اعلم. ممكن. والمهم زيد تفضل. الحلم 3 انواع، كاين الرؤيه ديال الله، كاين الهواجس النفسيه اللي كيعيشها الانسان، كاين حلم من الشيطان. الله عز وجل ملي كيبغي يوريك شي حاجه، والحلم راه ما عندوش وقت معين. هذا الشيء قريته في تفسير الاحلام ديال ابن سيرين، ما خرجناش على نطاق الحلقه، غير نعطيو فكره على الحلم ديالك. الحلم دائما خذوا معكوس، الا كان فرح عرفوا راه قرح، او الا كانت شي حاجه فيها مصيبه عرف راه حاجه فيها الفرح. المهم باذن الله ما كاينش اللي غيقيسك، ما كاينش اللي غيوصل لك، ما كاينش اللي غيأذيك. وغنعطيك سؤال. نعم تفضل. سي مراد، اشنا هو الدافع اللي جعلك تناضل من اجل واحد الشعب اللي الاغلبيه فيه خايفين، الاغلبيه فيه ما قادش يناضل، الاغلبيه فيه يعني كترتاح ملي كتسمع بحال هذا الكلام هذا؟ استسمح باش ما ضرني الكلوه، باش ما نعركش بزاف ملي نخرج. سؤال مزيان، سؤال مهم الاخ عادل. اولا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال غتقول لي قصتك كيفاش ناضلتي، وغنجاوبك على السؤال كيفاش بديت النضال. وتحيه لواحد المدير نزيه ملي جبدنا غنرجعوا للموضوع، محمد خلاصي، اللي جبتي لي جدار. غنرجع لواحد خذ راحتك، خذ راحتك. هاد الحلقه راه واخا نطولوا، واخا خليت الوليدات، والله الا الام ديالي اتصلت بيا دابا 5 المرات، وسمحي لي المهمه راه تنسالي وغنتصل بك. محمد جدار ملي جبتيه قاضي التحقيق نور الدين اللي تلاعب في الملف، حطيت واحد المدير شاهد سميتو محمد خلاص. هذا تعين في 2003. المدير نزيه 10,000%، لدرجة اللي كنت كنجلس معاه كنبغي نخلص قهوة كيقول لي باش تبقى معايا صاحبي خلص قهوتك وانا نخلص قهوتي. حطيتو شاهد، عيط عليه نور الدين داحين. هذه بوحدها كافيه باش يعفيو قاضي التحقيق داحين من المكان ديالو، اللي هو دابا حاليا في الغرفه الرابعه اللي عنده الملف ديال رئيس جامعه كيسان ياسين محمد داودي. كل وجبدو فعلو. راه ملي نشكروا شي واحد ونقولوا نزيه، ما تقولوش قرطومي كيدافع على شي واحد، وملي نجبدوا شي واحد بانه راه من رموز الفساد ولا هذا راه كتعرفوا علاش. هاد نور الدين داحين عيط على محمد خلاص، ما دارش ليه محضر. اخواني الاعزاء، قال له محمد جدار فرض عليا 3 المليون يوميا الا بغيتي تبقى في السوق. اش دار هو ملي فرض عليه جدار 3 المليون؟ عندي مقالات وعندي وثائق، فكرني راه اللي وعدنا الناس خصك تسجلها في ورقه الاخ عادل لا ننسى. انا راه عندي عدد ديال الملفات تذكر الناس غيعذرونا. وعدناهم بانهم نوريهم التوقيع ديال جدار، اييه، وغنوريهم هاد المقالات واللي بروف ديال محمد خلاصي ملي قدم الاستقاله للساجي 3 المرات. كيعرفوا هذا اللي ساجي كيقول لهم هاد محمد خلاصي واك عباد الله بغيت تمشي فحالي. فرض عليه جدار 3 المليون يوميا في سوق الجمله. حسبوا معايا شحال في السنه، وفعلا جدار كيدي اكثر من سوق الجمله، مليار و50 مليون في سوق الجمله. ناهيكم على الخضار والفواكه، ماشي دابا كنهضر معاك في المجلس الساجد في ولايتين. 3 المليون 4 المليون كتمشي لجدار حقه يوميا. ناهيكم على الصفقات. محمد خلاصي، تحيه للمغاربه الصحراوي، تحيه لجميع المغاربه عامه. هاد من طنجة القويره من طبيعه الحال راه كنقول هذه دائما الاخ. هاد السيد هذا محمد خلاصي رفض من عند صحاب السوق ياخذ 40 مليون رشوه، ورفض باش يترقى، ورفض
الدعم ورفض السيارات ورفض عدد، وقدم استقالة وعيط له قاضي التحقيق داحين وداحين ما داروش في المحضر. علاش؟ قضاة التحقيق في المغرب خصهم كاميرات بدات رقم وزارة العدل والجهات الأخرى اللي مسؤولة باش يكون قاضي التحقيق ما يتلاعبش في الملف. غنرجعوا للسؤال ديالك، مازال خصو شي حلقة خاصة على هاد الكاميرات ديال قضاة التحقيق والمخافر ديال الأمن وجهات أخرى. السؤال هو سوق الجملة مثلا كنلقاو طماطم ديال الوالدية، طماطم ديال المحمدية، ديال أكادير، ديال العرايش، ديال الأولى مدير لها 5 دراهم 4 دراهم 3 دراهم، التفاح كذلك البنان. ولكن في أوراق الكشوفات ديال الدولة كتلقى ديما اللي كيعطي الفلوس رشاوة كتلقى ب10 ريال. يعني يتلاعبون في رسوم تحديد الأثمنة. من هنا بانت لي أنا العملية ديال كيفاش هاد الناس كيحدوا لنا 5 دراهم وفي الوراق ديال الدولة تلقى 10 ريال. من هنا بديت عملية العملية ديال فضح الفساد. ونجاوب الأخ عادل على السؤال، هو كيفاش استمرت؟ لأنه ملي فضحت الفساد وتشديت مرارا وتكرارا، واش غنتخلعوا الناس في الدار؟ لا، ما بقاش كيخلعني لا السجن لا الموت. الموت كنتمناو نموتو موتة صلي ولا في شي بلاصه زوينه، ولا تموت تشهد اشهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمد رسول الله، ولكن ما يمكنش لي يرجع اللور. علاش؟ ارشيف من النضال وارشيف. واخا اديت معايا الوالده والوالد، اديت وليداتي، انا الدومين ديالي التجاره وتركت تجارتي وتركت كل شيء وتخصصت في فتح الفساد. الله عز وجل كيعوض كل واحد والله ما يخيب حتى واحد. خديت على العتيق ديالي. عدد الناس دابا كيقول لي لا كل واحد يدعي الفساد من موقعه، اللي في الحوت يدعي الحوت، اللي في كذا كل واحد يدير. خديت على العتيق ديالي من بعد الله نستمر في فتح الفساد الى الامام الى الامام، ما يمكنش نرجع له. اخي مراد، بعض الناس راح واخا ما كناش باغي ندرجوا الاسئله، العديد ديال الاسئله خاصها توضح باش حتى هذا المواطن نحطوه في الصوره اللي انت نساليو بهذا ونحبسوا السعاده اللي بغيتي. لان غنمشيو اللي بغيتي. اللي ولد اختي كيتسنى الام ديالو كتصل بيا نوصلو. اشرح لهم علاش ما هاجرتيش ارض الوطن، اشرح لهم ووضح لهم شكون اللي قطع البيه وكل شيء، شكون اللي بغى يتهنى منك، شكون اللي ما بغاكش، شكون اللي صدعتيهم. وضح. خرجت خرجات خارج ارض الوطن، مشيت لواحد العدد ديال الدول وكنت هاز الرايه المغربيه وزيت حتى تصويره الملك في احد الدول. يعني انا راه ماشي ضد الملك ولا ضد شي دوله ولا ضد. مؤخرا فاش قلت الجزائر، انا ما عمرني نمشي للجزائر. واش الناس كتطلب النرويج الدنمارك وانا غنمشي للجزائر مع احترامي للشعب الجزائري؟ بحال دابا الاخوان اللي في النرويج كيمشيو لاي دوله ما كيدخلوش 4 الدول، المغرب العربي مع احترامي لهم. احد الاشخاص ينتمي الى رموز الفساد قطع بالشاك ديالو ديال الشركه العامه للابناك. اقسم بالله انا النهار اللي قطع رموز الفساد تجمعوا احتفلوا، قالوا غنلصقوا ليه تهمه ديال خائن للوطن. صح. ما عمرني نفكر نمشي للجزائر ابدا. احد الاشخاص مشيت عند وكيل الملك قلت له عليك بان انك خصك، احتجيت امام الوكيل الملك قطعوا لي اليوم الغد، مشيت احتجيت على وكيل الملك ماشي في الباب ديال المحكمه لداخل، شي فين كيدخلوا الباب اللي منو هذيك الاله اللي محكمه. احتجيت تم، هذا عايب هذا عار والقرطومي في خطر، بغيتو ديروا له تهمه خائن. انا راه ماشي خائن، انا وطني ومغربي. قلت له فتح تحقيق شوف شكون اللي خلص عليا الشاك، شكون هو اللي بغاو يهربوني للجزائر باش ملي نخرج خارج المغرب يقولوا راه مشى للجزائر ومسائل خارجيه ومسائل كذا. وواحد القضيه، عدد ديال الناس كيديروا حاليا صفحات بانهم جزائريين، مع احترامي للشعب الجزائري وكان بلوكيهم
كيقول لي صيفط لينا شهاده الاقامه ولا حنا غنجيو عندك ولا هذا. راه ما عمركم تورطوني. مراد القرطومي مغربي ابا عن جد، ابا عن جد. المغاربه دافعوا على هذه الارض، والاجداد ديالي تانا ما دافعوا على الارض، على هذه الارض، وغنبقى مغربي الى حتى نموت وغندفن في هذه البلاد، وراه ما غنخوش هذه البلاد، وغنبقى هنا مع ولاد الشعب، وغنبقى نفضح الفساد هنا. وراه ما عمرني نمشي، الا مشيت نمشي للعمره، الا مشيت انا نمشي للعمره ندوز عمره ندوز حج، ولا مشيت الا سهل الله مثلا انا وصديق من الاصدقاء ولا الاخ عادل لا بغينا حتى حنا فحال الناس ديال هاد نديروا شي دوره في شي بلاد نشوفوا حتى حنا ونقارنوا واش كاين في هذيك البلاد، ماشي عيب. ولكن باش نمشي للجزائر ولا نمشي شي دوله اللي هي كتأدي العداوه ديالها لهاد البلاد، لا لا. وغنجاوبك. عندي دابا عقل معايا 2 3. الوحيد النهار اللي وقعت الاحداث في الصحراء اللي هي ما باغيش ندخل في هذاك الشيء، تيجي حتى هي وقتها وغنهضروا عليها ملي نساليو مع حواس، غيجي واحد غنبداو نهضروا على شي ملفات في الصحراء. فاش شدات القنوات الجزائريه دوك الشباب داك اللي قتلوا مو مسكين وليدات ذبحوهم في سيدي مومن، شدوا التصاور وقالوا الصحراء مو في بركه في راسي. وكانت الجزائر صعدات ضد المغرب يوم عيد الاضحى. وعندي الناس كتذبح حولي، مشيت مع 9 والشتا كتصب، اتذكر واش في 2010 ولا 2011 مشيت امام قنصليه الجزائر وكتبت، لبست لباس تقليدي ودرت ديك الحمراء اللي كيديروا ديك وهزيت صورت الملك، حط صوره الملك هزيتها قد الحيط وهزيت لافتات وكتبت بان الشعب شعب واحد، وقلت الكلمه ديالي. جات المخابرات، جات لاتجيت، جات لايرجي، جات يعني انا ما يحتاجش نقول لكم بلا ما نبقى نجامل في راسي. الفكره وصلت اخويا هذا هو مراد، اللي شكرا لك. وتانا بغيت غير التوضيح بحال حنا هكا وضحنا. باش الناس يفهموا، حنا وضحنا. باش ما يبقاوش يطرحوا علينا مره اخرى هذا السؤال. كاين اللي كيشد شي كلام ديالي كيبدا يلعب عليه في اليوتيوب ولا كيأولو ولا كذا باش يبغي يربح جيم ولا تعليقات. ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع. حتى هاد القضيه هذه غنطرق لها وغنحاول نشرحها بطريقتي انا. بعض الناس بحال دابا هاد اللايف غيتهز او شي لايف طالع في النيفو شويه ديال مراد كيلعبوا عليه بطريقه، ها قال مراد الفلان، ها قال مراد لا الله يجازيكم بخير. حنايا عندنا واحد الدور راه كنقوموا به. خويا مراد بغيتك تقول واحد الكلمه للناس اللي في المناطق الاخرى كيفاش يتعاملوا مع الملفات ديال الفساد اللي عندهم، بحال هذا ديال حواس راح يتعامل واحد قال لك عندنا عامل طاغي، عندنا واحد فلان طاغي، عندنا واحد الامبراطور. كيفاش نصحهم كيفاش يتعاملوا مع الملفات ديالهم؟ علاش قلت لك بحال هكا؟ انا نقول لك غير نكمل. نفرض جات واحد الوقت مراد ما كاينش، انت يا عندك مشكل ايها المشاهد في واحد المنطقه ما، هذا المشكل خاصك يعني تحاول ما امكن تأقلم معاه بطريقتك وتحله بطريقتك. ولكن احنا ما حد معنا الاخ مراد. اخ مراد عطينا فكره لهاد الناس في جميع المناطق كيفاش يتعاملوا مع الفساد ورموز الفساد، كيفاش يتهنوا من هذا الفساد. سؤال بي وان شاء الله نختمه ان شاء الله تعالى. تفضل. ما كرهناش نبقاو مع الاخوان والله دائما، ولكن راه حنا ملي كنبداو نهضروا راه ما كرهناش نبقاو غير سؤال مهم. اولا الاخوان الاعزاء اللي طلب ليه شي واحد رشوه من حقه يمشي عند وكيل الملك، كيمشي عند بلا ما يدي شي كتابيه. كان مثلا فايت قيد وفايت مرتبه كيمشي عند الوكيل العام. كاين مرتبات، كاين اختصاص الوكيل العام والوكيل الملك. كيمشي عند الوكيل الملك ما تلحقش تسمي ليه. كاين بعض القودات هذا من الله يهز التليفون ويعيط لهذاك خي يقول ليه بعض القودات مع تحياتي النزهاء كاين هادشي بحال حواس كيقول لهم معايا قاضي فلان ولا فلان. كتمشي اول ما تمشي كتقول لي باغي نبلغ على رشوه، ولكن كتقول ليه طبق عليا قانون حمايه الشهود. ديك الساعه اش كيدير؟ كيعيط على نائب قدامك، وكيل الملك كيعيط على نائب يقول لي دخل اسميتك انت عبد الله مصطفى بطاقه تعريف. كياخذ عنده بطاقه تعريف ما كيديروش ليه عبد الله مصطفى، كيديروا ليه رضوان محمد مثلا هو من خريبكا، كيديروا من العيون. ديك الساعه ما كاينش السير حتى الغدا. في ديك اللحظه
الوكيل الملك ولا الوكيل العام كيصيفط مع لا بي جي ولا الدراك ولا اي جهاز، كيمشيو كياخذوا الارقام ديال الفلوس كما درت انا شحال من مره درت هذه القضيه، كياخذوا مع الارقام ديال الفلوس كيمشيو معاه في الخفاء، كيسلموا الفلوس كيدخلوا يهزوا يعتقلوا. هذه مساله واضحه، هذه المساله راه كتطبق في القضاء، كاينه. اي واحد أي كما واحد. قلتي، كما كما قلت بغى يكون، والي وزير كما بغى يكون، الا لا رفضوا هذوك المسؤولين القضائيين ديك الساعه يعطينا نفضحوا الملف. وهكاك. ودابا لا مشى عند الوكيل نعم. العام، نعم. خصو ما يثبت ان على ان كلامه راه كاين. راه نفرض ما كايناش رشوه، كاين نهب ديال المال العام، كاين نهب المال العام، يكون ضابط الملف، يكون عنده حجج. كاين اللي يقول لك وانا فلان برنامالي ولا رئيس جماعه ولا مستشار سارق 2 المليار، ملي كتقول لي الدليل كيقول لك ما عنديش بالفم. معمر الشفوي كان دليل. الا عنده ملف يراسل الوكيل العام والوزير العدل، يقدر ما يدير سميتو، يدير تليفون، حتى لا خاف على داك التليفون يدير تليفون اخر، يقول له انا راه ماشي هذه سميتي الحقيقيه حيت باش تحميوني. بغاهم يعيطوا ليه غيعيطوا ليه، ما بغاهمش يقدر يدير حتى شكايه مجهوله او يديرها بالطريقه الاولى. كاين المواطن اللي كيخاف يدير اسم اخر، اول ما يفضح الفساد يقول لهم حميوني، اعطوني قانون حمايه الشهود. وهذا القانون راه مصادقه عليه الدوله المغربيه مع الامم المتحده طبقا للفصل 34 من الامم المتحده اللي كيحمي النشطاء ومبلغي الفساد. واضح الجواب الاخ عادل؟ واضح هذا الجواب. هو الجواب. في الاخير الله يجازيك بخير العشرة. واليوم راه كنبغي نمشي عند الوليدات ونجلس معاهم والوالده كتسنى باغا تنعس ولد الاخت ديالي، وطولنا على الاخوان. كاين اللي في دول بعيده متبعنا. هل واحد الاخ دوا معايا قبيله عبد الصادق مشكور من المانيا، راه عندهم 8 ونص دابا. شحال عندهم؟ واحد الاخ دوا معايا من واحد الدوله راه عندهم 2، وقال لي انا سهران نبقى نشوف اللايف ديالك ونتبع الله. يعني نحترموا الاخوان. وهذا كاين اللي مساكن الغدا يبغي ينعس ونطولوش عليهم اي جديد راه هما الاولين. حتى الاخوان اللي كيقول لك جاوبنا اش درتي في هذا الملف، راه ما يمكنش نجاوبوا شخص ولا جوج، الجواب غيكون على العموم. وفي الاخير دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولك الختام الاخ. زوار موقعنا، شعب الفيسبوك، إخوة الكرام، أخوات الكريمات، كنشكركم واحدا واحدا، أشكركن واحدة واحدة. كنشكر الجميع، كنشكر الجميع، كنشكر الجميع. الموضوع راكم سمعتوه، لا داعي لأن أضيف شيئا. كنتمنى لكم راحة البال، كنتمنى لكم السلامة، كنتمنى لكم الهنا. وكنقول لكم بخصوص المواضيع اللي ما جاوبناش عليها. الله يسر عليك. قال له اسمح لي اخ من هو مغربي، باش نكون نحطوا واقعا، مضطر نقولوا الاخ عادل. تفضل. هذا مواطن من 3 سيدي بالنور، مقيم في دولة الجزائر أكثر من 13 عام أو 14. اسمع بالله عليك باش الناس بلا ما نبين الصفحة ديالو شكون اش كتب. أخي مراد ماشي مشى، اللي مشى للجزائر راه خائن. الله يهديك. واش راك تقول؟ أخي أنا كنهضر على راسي، الناس ما تفهمنيش غلط. الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعوب العربية إخوة، لا الله يجزيك. كنهضر على الناس اللي قطعوا لي انا الجزائر، انا اللي عندي ملفات الفساد. كنهضرش على انا، راه كاين اللي كيمشي مسكين يخدم قباص انا ما كنهضرش اخي. ربما تبغي تفهمني، ربما ما تفهمنيش غلط. الله يجزيك بخير. انا كندوي على راسي. فاضح الفساد مراد القرطومي الى مشى لدولة الجزائر غيقولوا خائن. هذه هي الرسالة اللي بغيت نوصل. والسلام عليكم ورحمة الله. ملي غيقولوا على مراد خائن غيرتاحوا منه شي وجوه. نعم. وشي وحدين. مراد فكر لقى بان دوك الناس باغيين غير يتهناو منه. داكشي علاش انا طرحت عليه هذا السؤال، باش نحط الجميع في الصوره على ان مراد راه عارف اش كيدير. يعني مراد راه ماشي صغير، ومراد حتى هاد الضم اللي داخل ليه راه كما قال النضال عنده ضريبه ديالو. نرجع للكلمه ديالي. الكلمه ديالي نهار الخميس كاينه وقفه للتذكير. نعم. التذكير. نعم. نهار الخميس 12 في الشهر كاينه وقفه على الساعه 11:10
امام البلديه ديال حد السوالم. وكاينه جلسه اللي فيها الساجد والجدار قبل، ذكرتيني إيه. هذه بعض المرات كنقول لك اسكت، ولكن جلسه نهار 10 نهار جات 10 غتجيب الثلاث. ثلاث الماجي. كاينه جلسه عند الاستاذ علي الطرشي اللي عبدو ربيه الشاكي والاطراف المطالبه بحق المدني، الدوله المغربيه وترانسبارونسي. كاينه نهار 3 مع 9 الصباح في ابتدائيه الجنايات في محكمه الاستئناف. اللي بغى يحضر، اللي يكون مسالي من الاخوان اللي في كازا يجي يحضر كتضامن رمزي. ندخلوا للقاعه وكمل على الوقفه ديال نهار الخميس. كما قال مراد عاد الخميس ان شاء الله هاد الوقفه كتنظمها الجمعيه ديال حمايه المال العام، الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام، غتكون امام بلديه حد السوالم الخميس الموافق ل 12 يناير على الساعه 11. الوقفه غتكون سلميه، الوقفه غتكون تاريخيه. المهم الاخوه الكرام بالخصوص ديال المواضيع اللي طرحتوا عليا هنايا، راه باش ما نخرجوش على اطار الموضوع، راني ماشي ما قاديش نهضروا فيها، بالعكس خص لكل مقام مقال، او لكل يعني خاص هذاك الشيء يكون بوقته. وحنا دابا درنا ساعه وما يزيد وخصصناها لرموز الفساد. يعني الا بغينا نهضروا على الملف ديال الاخر او الملف الاخر، خاصنا حتى هو نكتبوا باننا هذه الحلقه هذا خصصناها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ملي بديت ما قلتش لكم بارطاجيو معنا، بارطاجيو هاد الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس. كنشكركم بالاسم ديالي وبالاسم ديال مراد القرطومي. الى حلقه مقبله باذن الله. تحيه المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. دعوات راه دعواتكم بصح محتاجين لها. كاينين اصحاب القلوب النقيه التقيه الله كيستجب الدعوات ديالهم. المهم لنا لقاءات، وما قلتيش لهم على الحلقه ديال سوق الجمله، هما راه وعدناهم بها وباقي ما درناهاش. هذيك خليها الوقت بصح نخليوها. نعم صافي. يلا السلام عليكم اخوان، الله يعاونكم، خليناكم في رعايه الله.